ملخص مقابلة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني. سوبر كوب أيسب 2025-26 يوم 11 يونيو 2026 مجمعا في فقرة واحدة متصلة ومفصلة بناء على الأحداث الرسمية. برشلونة فاز بين 3-2 في مباراة درامية على ملعب الجوهرة المشعة في جدة السعودية أمس في نهائي كأس السوبر الإسباني 2-0-2-5-2-6. حقق برشلونة فوزا مثيرا على ريال مدريد بنتيجة بين 3-2 في كلاسيكو نار احتضنه ملعب الملك عبد الله رياضية الجوهرة المشعة بجدة ليتوج بلقبه 1-6 القياسي في البطولة الثاني على التوالي بعد 2-0-2-5. ويبدأ عام 2026 بأول كأس له. المباراة بدأت بسيطرة كتالونية واضحة تحت قيادة هانز فلاك مع استحواذ عال وفرص من لامين يامال وبيدري، لكن الدفاع الملكي صمد حتى الدقيقة 63 حين افتتح رافينيا التسجيل بتسديدة قوية بعد تمريرة منفيرمينة لوبيز 1-0. في الشوط الأول الجنوني انفجر الوقت البدل الضائع ب3 أهداف فينيسيوس جانيور عدل بمراوغة فردية رائعة في 4-5-2-1 ثم رد روبرت ليفاندو فاسوكي سريعا بمتابعة ذكية من تمريرة بيدري في 4-5-4-2-1 قبل أن يدرك نزال غارسيا التعادل في 4-5-6. بكرة مرتدة بعد رأسية ارتطمت بالعارضة 2-2. الشوط الثاني كان أكثر توترا وهدوءا نسبيا مع دخول كيليان مبابي متأخرا في الدقيقة 67 بعد إصابة سابقة، لكن برشلونة حسم الأمر في الدقيقة 7 عندما سجل رافينيا هدفه الثاني ثنائية شخصية بتسديدة انحرفت عن المدافع راؤول أسانسي وخدعة تيبو كرة 3-2. ريال مدريد ضاغط في النهاية خاصة بعد طرد فرينكي ديوناغو في الوقت البدل الضائع، لكن الدفاع الكتالوني صمد أمام الفرص الأخيرة مثل رأسية أسانسيو في 9-0-7. رافينيا كان نجم المباراة بثنائيته. برشلونة سيطر على الاستحواذ والفرص سري الأعلى، وهذا الفوز الثالث المتتالي لهم في نهائيات سوبر ضد الريال 2-0-2-3-2-0-2-5 2026. مباراة تاريخية مليئة بالدرام والأهداف في الدقائق قاتلة.